ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: ما علاقة البسملة بكلمة الرحمن؟ ما هي بسملة نوح وبسملة سليمان؟ لماذا أدعو الله أو أدعو الرحمن؟ كيف نفهم آخر سورة الحشر؟ هل الرحمن يخص المسلمين فقط؟ هل نعيش بكنف الله أم نعيش بكنف الرحمن؟ هذا ما سيتم إيضاحه لكم من خلال حلقة اليوم من التي تحمل عنوان سورة الرحمن عروس القرآن، فتابعوا معنا. البداية من البسملة التي وردت في كل سور القرآن الكريم في البداية. لماذا كل سورة من سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة؟ بسم الله الرحمن. لذلك نلاحظ كلمة باسم، أي الله سبحانه وتعالى يركز على اسمين من أسمائه الحسنى، الله والرحمن. كلمة الله هي العليا، قال تعالى: وكلمة الله هي العليا. الله له صفات كثيرة بصفته الله، لكن الرحمن يأتي مع هذه الكلمة صفة واحدة فقط، هي الرحيم. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع بسورة الفاتحة: الحمد لله، وليس للرحمن، الحمد لله رب العالمين، كلمة الله هي العليا. بصورة وبآية مستقلة الرحمن الرحيم، لذلك أخذ الرحمن الرحيم ليضعها في آية مستقلة. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في بداية سورة فصلت: تنزيل من الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دوما تأتي صفة الرحيم ملازمة لكلمة الرحمن. نذهب إلى الآيات الأخيرة في سورة الحشر. هو الله، نلاحظ كلمة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. كرر لفظة هو. إذن هو الله هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. تعود الآيات إلى كلمة الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن، هذه صفات إلى الله. كرر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن نلاحظ أن مع الله تأتي أسماء حسنى كثيرة، لكن مع الرحمن لا يأتي إلا الرحيم. لم يكن هنالك أي خلاف بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وبين الجانب الكافر على لفظة الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليس هنالك أي مشكلة. أين بدأت الخلاف؟ على كلمة الرحمن. كلمة الرحمن لم ترد إلا في الرسالة الإسلامية، لم ترد في الرسالات السابقة. لذلك في سورة الفرقان الآية رقم 60: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ هنا بدأت المشكلة. أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. إذن كلمة الرحمن هي التي زادت المشركين نفورا. من بعد أن أوضح القرآن الكريم عشرات الآيات عن الرحمن عن الرحمن عن الرحمن، أوضح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الكون الحالي في الحياة الدنيا يديره الله بصفته الرحمن. لماذا؟ لو كان يدير الكون بصفته الله، طبعا وكلمة الله هي العليا، لأنهى الحياة بثواني. ولو يؤاخذ الله
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بصفته الله. لكن من حسن حظنا أن الرحمن على العرش استوى، إذن يدير كوننا الحالي بصفته الرحمن. سوف يحاسبنا بالآخرة أيضا بصفته الرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لكن الله سبحانه وتعالى بصفته الرحمن خلق جنات عدن بشكل خاص، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. والملائكة الكرام يدعون للذين آمنوا في الأرض أن يدخلهم الله هذه الجنة، ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا، إلى أن يقول وأدخلهم جنات عدن. هذا النوع من الجنة يجتمع فيها شمل الأسرة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. إذن كلمة الرحمن لماذا تخص المسلمين حصرا؟ المسلمين الله سبحانه وتعالى أنزل إلى رسوله الكريم هذه الآية: قل، أي قل لأتباعك، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الأدعية يفضل أن تكون إلى هذين الاسمين. ورد في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، خصص هذين الاسمين، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو. إذن ميز أو ركز القرآن الكريم على كلمة الله وكلمة الرحمن. إذن نلاحظ في سورة الرحمن أن الرحمن لماذا يخص المسلمين؟ قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نتابع بعده شرحا مفصلا عن عروس القرآن. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي أن نتساءل: لماذا استنكر المشركون كلمة الرحمن؟ لماذا في القرآن سورة الرحمن من بين أسماء الله كلها؟ لماذا 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ماذا تعني السورة الأخيرة، الآية الأخيرة حصرا من سورة الرحمن؟ تابعوا معنا أعزائنا عروس القرآن. سورة الرحمن. سورة الرحمن سورة مدنية، ترتيبها في المصحف الشريف 55. نزلت بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان. عدد آياتها 87 آية. 78 آية تبدأ بكلمة الرحمن وتنتهي بالآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن آخر آية في سورة الرحمن توضح أن اسم الرحمن هو اسم مبارك. فالآية الأولى الرحمن فقط بآية، الآية الأخيرة منها تبارك اسم وليس أسماء، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن اسم الرحمن هو اسم ذي الجلال والإكرام. الرحمن علم القرآن، إذن كل إنسان حرمه الله من تعليم القرآن أخرجه من كنف الرحمن. لذلك قلنا أن الرحمن اختص بالمسلمين الذين عندهم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان بين علمين: العلم النظري وهو القرآن، والعلم العملي وهو البيان. إذن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. توضح هذه الصورة أن الإنسان بين علمين: الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان لها توقيت دقيق، أي بنظام السنين والحساب بشكل توقيفي جاء من الله. فقلنا أن الشهر القمري 29 يوم 12 ساعة 44 دقيقة و3 ثواني. إذن فعلا الشمس والقمر بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.
بدأ بهذه الظاهرة الفلكية. إذن والنجم والشجر يسجدان، كل شيء في الكون يسجد لله، ليس بمعنى السجود المعروف عندنا في الصلاة الإسلامية، السجود بمعنى الطاعة والرضوخ. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الميزان ليس فقط الميزان الموجود داخل المحال التجارية، يجب أن لا نطغى أيضا بالميزان الطبيعي، بميزان الطبيعة، بالتلوث البيئي. إذن ألا تطغوا في الميزان. الله خلق كل شيء بشكل موزون، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. فعلينا أن نفهم هذه الآية الكريمة أننا لا نطغى حتى في الميزان الطبيعي. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنالك فرق بين القاسط والمقسط. في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسط فيختلف عن القاسط. القاسط هو من يأخذ قسطه وقسط الآخرين من الماء ومن الكهرباء ومن المواد الغذائية ومن الأموال، هذا هو قاسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسط والله يحب المقسطين فهو الذي يأخذ قسطه فقط تاركا للآخرين أقساطهم من الماء والكهرباء والغذاء وكل الأمور. إذن قال: أقيموا الوزن بالقسط، والقسطاس المستقيم هو الذي يقيس الأمور بدقة متناهية. إذن والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، إلى أن يصل: والحب ذو العصف. ماذا يعني كلمة الحب ذو العصف؟ حينما يبدأ الحبوب مثل العدس وغيرها والقمح بالإنبات ويكون له ساق خضراء، هذا يسمى حب ذو العصف. الحب حينما يستخدم في الطعام بدون أن يكون له عصف يكون حبا قاسيا، ربما يكون شديد على الهضم. حينما يبدأ بعملية الإنبات مثلا البصل الأخضر وليس البصل اليابس، هذا بصل له عصف والريحان. يركز القرآن الكريم على تناول الحبوب التي أصبح لها عصف، بدأت فيها الحياة، بدأت فيها الحيوية، بدأت فيها التفاعلات الحيوية، بدأ فيها الإنبات. فيركز: والحب ذو العصف والريحان. ذو العصف والريحان أي الحبوب ذات الرائحة، الحبوب العطرية مثل البهار والتوابل. فركز القرآن الكريم على هذه الأمور. هنا بعدها تبدأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وردت 31 مرة في سورة الرحمن. الآلاء لا تعني النعم العادية، تعني النعم الكبرى. فبعد أن استنكر المشركون وما الرحمن، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألستم تقولون وما الرحمن؟ تعالوا لأقول لكم من الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فكل ما ورد في سورة الرحمن من إعجازات ومن شواهد ومن ظواهر كونية أو أرضية صنعها الله سبحانه وتعالى بصفته الرحمن. فما اختصت به سورة الرحمن أنه سبحانه وتعالى خلقها وكونها ويسرها بصفته الرحمن. بأي آلاء ربكما تكذبان، بينما نجد هنالك الياء والنون: ويل يومئذ للمكذبين. في اللغة العربية يسمى حروف التنغيم. حروف التنغيم هي الميم والراء والألف والياء. فاستخدم في سورة الرحمن ما يسمى بلاغيا التنغيم العالي، الألف والنون. أما الياء والنون فهي التنغيم المنخفض. ففي سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، لأنه يتحدث عن المكذبين. هنا يتحدث عن آلاء، فاستخدم حرف التنغيم العالي الألف والنون 31 مرة ليؤكد على الرحمن. أرأيتم ماذا فعل معكم الرحمن؟ أرأيتم كم أعطاكم الرحمن؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنها عروس القرآن، لأنها تتحدث عن آلاء ونعم كبرى وهبها الله إلى الجن والإنس معا، وليس إلى الإنس معا، إذن إلى الإنس فقط. إذن ألا تطغوا في الميزان.
رب المشرقين ورب المغربين. لماذا مشرقين ومغربين؟ وما هو الخلاف بين حينما يقول رب المشرق والمغرب، وأحيانا يقول المشرقين والمغربين، ومرة يقول المشارق والمغارب؟ المشرقين والمغربين هما مدار السرطان ومدار الجدي في حركة الشمس. الشمس تقوم بالذهاب إلى مدار السرطان عند بلاد الشام، ثم تعود إلى مدار الجدي. لو كانت الشمس لا تقف عند مدار السرطان وتعود وتابعت مسيرها نحو القطب الشمالي، لانصهرت الثلوج ولا أصبحت الأرض غير قابلة إلى الحياة. لذلك الشمس تذهب متنقلة ضمن مشارق يومية إلى أن تصل إلى مدار السرطان ثم تعاود، لا تبقى مستمرة في سيرها نحو القطب الجنوبي وتخرب البيئة وتخارب التوازن البيئي. تقف عند مدار الجدي وتعود. إذن هنالك مشرقين ومغربين يضبطان حركة الشمس لكي يعطي الله هذا التنوع البيئي ويعطي الفصول الأربعة. إذن رب المشرقين والمغربين يخص مدار السرطان ومدار الجدي، وبينهما في كل يوم مشارق ومغارب. في كل يوم هنالك مشرق جديد يتحرك وفق حركة الشمس. مرج البحرين يلتقيان. كلمة مرج، المرج من الخلائط، نقول هنالك هرج ومرج. وقال أنتم في أمر مريج، بل هم في أمر مريج، أي ضاعت عليهم الأمور واختلطت. مرج البحرين يلتقيان. لماذا البحرين؟ البحرين لا يعني بحر وبحر. هنالك علم رائع في اللغة العربية يسمى التثنية. حينما نقول عينان، إما نقول عينان باصرتان أو عينان إلى النبع. جمع عينان أعين، قال تعالى لهم أعين لا يبصرون بها. بينما جمع عيون الماء، عين الماء تجمع على عيون. إن المتقين في جنات وعيون. أحيانا، وهذا موضوع في غاية البلاغة في اللغة العربية، إذا كان هنالك شيئين متقاربين ولو بالصفة يمكن أن نثني على أحدهما. مثلا دجلة والفرات يمكن أن نثنيهما ونقول الفراتان. الفراتان دجلة والفرات. الحرمان المسجد الحرام والمسجد النبوي. القبلتان القدس ومكة. القريتين مكة والطائف. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الحسنان الحسن والحسين رضي الله عنهما. العشاءان المغرب والعشاء. لذلك المقصود هنا مرج البحرين حصرا النهر والبحر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي عند مصب نهر الأردن في البحر الميت. لماذا البحرين هما البحر والنهر؟ أوضح القرآن الكريم ذلك بآية أخرى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. إذن واضح أن البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، والبرزخ هو حاجز خفيف يفصل بين الماء العذب والماء المالح. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. جاءت كلمة المرجان بعد الآية التي قالت مرج. طالما مرج فالمرجان أي له طاقة برزخية إضافية، لأنه ينتج من مرج البحرين يلتقيان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. العلم بمعنى الجبل. تقول الخنساء عن أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه النار، أي كأنه جبل وعلى الجبل نار لكي يأتي إليه التائهون في الليل، كأنه علم. له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فحاملات الطائرات والسفن الشحن الضخمة كأنها الجبال تمشي في البحر، فهو سبحانه يحملها بصفته الرحمن. له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كل من عليها فان. سيعود الكون كله ونحن معه إلى العدم. أما يوم البعث فستعود الأرض فقط من العدم. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لن يبقى حتى خراب كوني أو مادة أولية لكي يعيد الله بناءها من جديد. سيذهب الكون بأجمعه إلى العدم. لن يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
أما يوم القيامة ويوم البعث يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن كل من عليها فان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا تعريف لما يسمى بسادة الفيزيائيين بما يسمى دور الحادثة أو زمن الحادثة. كل شأن وكل حادثة لها يومها. مثلا إعصار قوم عاد في سورة الحاقة أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي شديدة. لكن في سورة القمر قال في يوم نحس مستمر. إذن كل حادثة لها شأنها، وهذه الآية الكريمة توضح ما يسمى دور الحادثة أو زمنها. كل شأن له يومه، متى بدأ ومتى انتهى. والقرآن الكريم يستخدم كثيرا عبارة يوما أو بعض يوم، لأن السادة الفيزيائيين يعلمون أن زمن الحادثة ودورها هو أصغر أو يساوي الواحد. ولا مرة ورد في القرآن الكريم يوما وبعض يوم، وإلا القرآن انهار فيزيائيا. يوما أو بعض يوم، إما كامل أو أقل، واحد أو أصغر أو يساوي الواحد. إذن توضح الآية الكريمة كل يوم هو في شأن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان ليس العلم. السلطان، الله سبحانه وتعالى يقول عن السماء أنها سقف بكل ما تعني الكلمة من معنى، والسقف المرفوع، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لكن هذا السقف لا يمكن عبوره. سلاسل من مخلوقات الله سوف تعبر هذا السقف. الملائكة نزولا، يستحيل على أي ملك أن يعبر هذا السقف إلا بإذن من الرحمن. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وليس بشكل عشوائي، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالملائكة نزولا يحتاجون إلى إذن. الجن والشياطين منعوا حتى ارتفاع 80 كيلومتر يبدأ الرجم الشهبي، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لكن كيف الإنسان يعبر هذا السقف؟ الله سبحانه وتعالى وضع لنا أبواب ضمن هذا السماء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وفتحت السماء فكانت أبوابا. لا أحد يفتح باب بالفراغ، نحن نرى الكون كأنها فراغ، لا، هي أيضا بشكل سقف وتفتح فيها أبواب. إذن لا تنفذون إلا بسلطان. هنالك من يأذن لنا ويفتح لنا الباب لكي نخرج منها، من هذه الغلاف الجوي. لكن لماذا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس؟ النحاس ليس المقصود فيه هنا معدن النحاس. النحاس في القرآن الكريم يستخدم القرآن الكريم عبارة القطر. فعن سليمان عليه السلام قال وأسلنا له عين القطر بسورة سبأ. وذي القرنين قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاسة. لكن النحاس الوارد هنا بمعنى الأشعة الكونية الحارقة والسدم الدخانية. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ليس المعنى الوردة بمعنى الزهرة مثل ما نرى أحيانا على بعض على أجهزة الكمبيوتر أنه هنالك انفجار على شكل زهرة. وردة بمعنى حمراء داكنة كالدهان. الدهان هو الجلد المشوي بالنار. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي حمراء قاسية مثل الجلد المشوي على النار. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم. من هم المجرمون في القرآن؟ نقول أحيانا هذه اللحمة مجرومة، أي مفصول اللحم عن العظم، هذه لحمة مجرومة. فالمجرم هو الذي قطع كل الصلات مع الله، لم يعد يعترف بالله. هذه الفئة سبحان الله لها حساب خاص بدأ في سورة الرحمن. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إذن لونهم يدل عليهم. لذلك الملائكة الكرام لا يسألون من هم المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم، بلونهم الأزرق القاني. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لماذا هذه الفئة سوف تعزل عن المحشر العام؟ قال تعالى في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اخرجوا خارج المحشر. هذه الفئة لن تحاسب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مباشرة إلى جهنم حسب ما ورد في سورة الرحمن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
يطوفون. إذن المجرمون لهم عذاب من نوع خاص، يحرقون في نار جهنم، يذهبون ليأكلوا من شجر الزقوم ويشربوا من الحميم ويصب فوق رؤوسهم الحميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. نلاحظ هذه الحركة المتنقلة، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون وليسوا مستقرين داخل جهنم، يطوفون بينها وبين حميم آن. آن بمعنى يغلي، فيها عين آنية، الآنية بمعنى يغلي. إذن توضح سورة الرحمن كيف أن عذاب المجرمين الذين قطعوا كل الصلات مع الله ولم يعترفوا بالله، هذه الفئة عذابها متنقل. ما يهمنا في آخر سورة الرحمن، هنالك مقارنة رائعة جدا فصلت بين 4 أنواع من الجنات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد أن وضع المواصفات قال ومن دونهما جنتان. إذن جنتين علويتين وجنتين سفليتين. ونلاحظ هذا المقارنة الرائعة، هذا الجدول للمقارنة الرائعة بين الجنتين. الجنتين العلويتين فردوس وعدن، والسفليتين الخلد والمأوى. جنة المأوى هي أدنى أنواع الجنان. لماذا؟ الإنسان الصاعد نحو السماوات أول ما يقابل جنة المأوى. قال تعالى عن رسوله الكريم في المعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أما أعلى الجنان فهي الفردوس، ثم عدن، ثم الخلد، ثم المأوى. نلاحظ هذه المقارنة الرائعة التي لم ترد إلا في سورة الرحمن التي هي عروس القرآن. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. الجنتين العلويتين ذواتا أفنان، أي يوجد أغصان وأشجار. الجنتين السفليتين بدون أشجار. قال تعالى ومن دونهما جنتان مدهامتان، فقط أعشاب خضراء. إذن ذواتا أفنان مدهامتان. الجنتين العلويتين فيهما عينان تجريان، إذن يوجد ماء زائد لكي يجري. الجنتين السفليتين ليس فيهما جريان للماء، الماء فقط داخل النبع، فيهما عينان نضاختان. الجنتين العلويتين فيهما من كل، ليس هناك نوع ناقص، فيهما من كل فاكهة زوجان، 4 أصناف. الجنان السفلية ربما والله أعلم أن فيها أنواع ناقصة من الفواكه، فقال تعالى فيهما فاكهة، لم يقل من كل، فيهما فاكهة ونخل ورمان. الجنتين العلويتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. الجنتين السفليتين مد على الأرض مباشرة مثل مد الخيام، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. لماذا؟ على ما يبدو والله أعلم توضح سورة الرحمن أن الجنتين السفليتين ليس فيها غرف مبنية من فوقها غرف، لأن سورة الرحمن تقول حور مقصورات في الخيام. أما الحور العين وهم الذين يقومون بالخدمة وهم أشبه بالدليل السياحي في الجنة، ففي الجنتين العلويتين كأنهن الياقوت والمرجان. السفليتين قال تعالى حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان. ربنا أنت الرحمن المستعان، علمت القرآن وخلقت الإنسان وعلمتنا البيان. نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على من قال لنا الرحمن عروس القرآن، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.